النهاردة هعمل معاكم فراخ مشوية في الفرن بطريقة سهلة جدا ومقادير سهلة جدا جدا موجودة في كل بيت وسريعة قوي وطعمها فعلا مختلف وحلو قوي ومميز. هسيب لكم المقادير والمكونات كلها تحت الفيديو في صندوق الوصف تقدري تشوفيها. طبعا هكون جايبة فراخ مقطعاها 4 قطع 8 قطع زي ما انتي حابة، واغسلها كويس وهنشفها وهبدأ اجهز المكونات اللي معاها. فلفل احمر رومي، وفلفل اخضر رومي برضو، وفلفل شطة احمر واخضر. الشطة اختياري بس هي بتديها طعم ونكهة حلوة قوي. وهقطع الثوم كمان، وهقطع بصلتين كبار. كل المقادير وكل المكونات دي هقطعها شرايح بالطول تقريبا قد بعض، وهميكس مع بعض بقى، يعني هعمل ميكس كده على بعض. هقول لكم دلوقتي ازاي. بعد ما خلصت تقطيع كل الحاجات اللي معايا الخضار، هجيب في بولة كبيرة هحط فيها الخضار اللي انا قطعته كله. بعد كده هنزل كل البهارات، بهار مشكل، جنزبيل، قرفة، حبهان، كركم وكاري، ورق لوري وفلفل اسود. هحطهم مع بعض واقلبهم كويس جدا 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 عشان يدخلوا البهارات في طعم الخضار. وبعد كده هحط الزيت واحط شوية برتقان. انا كاتبه لكم المقادير كلها بالظبط تحت الفيديو تقدري تشوفيها. هقلبهم كويس قوي مع بعض واتاكد ان هما تجانسوا وكله خد من طعم بعض. بعد كده هجيب كيس حراري واحط فيه شويه دقيق وهقلبهم كويس في جوه الكيس، اتاكد ان الكيس كله عليه دقيق. وبعد كده هشيل الزياده انفضها، وبعد كده احط الكيس جوه صينيه تدخل الفرن. بصوا اكلات الكيس الحراري دي بتكون حلوه قوي وبجد مميزه فعلا، وبيطلع الحاجه اللي جواها مشويه من جميع الاتجاهات وواخده نكهه وطعم حلو قوي. وغير كده طبعا الحاجه اللي انت بتعملي فيها هو الكيس بس وبترميه بعد كده، فما بتستهلكش اي حاجه تتبهدل. هاخد قطعة من الفراخ وابدأ اتبلها كويس واقلبها في وسط الخضار، وادخل الخضار ما بين اللحم والجلد. وفي الكيس في الاول بحط شوية خضار تحت عشان احط عليهم الفراخ. بتأكد ان كل قطعة من الفرخة خدت من التتبيلة دي. طبعا تقدري تسيبي الفراخ في التتبيلة دي ساعة ساعتين، مفيش اي مشكلة، وكل ما قعدت بتدي طعم حلو، بس ساعة وساعتين كفاية قوي. وبعد كده بدخلها الفرن. انا حطيت بقية الخضار اللي موجود على وش الفراخ من فوق، وتأكدت ان تحت كل فرخة فيه شوية من الخضار عشان تاخد نفس الطعم اللي فوق زي اللي تحت بالظبط. وبخلي الجلد لتحت. وبعد كده هجيب شوية سمنة، معلقتين سمنة كبار احطهم على الوش، بيدي طعم ونكهة حلوة قوي. وواحدة مرقة دجاج باودر، ممكن تستخدمي باودر او ممكن تستخدمي مكعب وتفركيه فوقها عادي، مفيش اي مشكلة. قلبتهم بالسمنة بالمرقة معاهم على بعض، واتأكدت ان هو بقى كله تمام، كله شرب من بعض. هبدأ اقفل الكيس. انتي ممكن تقفليه بالربطة اللي بتيجي معاه، او ممكن تربطيه زي ما انا عملته. انا بستسهل وبربطه، بتكون اقوى ومش بيسرب خالص. ربطته كويس جدا جدا جدا. وهجيب سكينة او مقص وتبدأي تعملي ايه فتحات صغيرة جدا. انا اكتفيت بفتحتين صغيرين فوق. واول ما لقيتها خلاص بدأت تستوي فتحت الكيس من فوق وسبتها تاخد لون كمان. ريحتها وطعمها بجد يا جماعه يجنن. اول ما فتحت عليها ريحه قويه جدا وحلوه قوي. تقدري تقدميها مع رز معمر، مع صينيه بطاطس في الفرن، وده اللي انا كنت عاملاه في اليوم ده، فكانت بصراحه اكله مميزه وحلوه قوي. وقدميها مع اي اكله انت تحبيها، يعني بتليق مع اي حاجه بصراحه. بس بعد كده احطها في طبق التقديم وهقدمها. احط شويه من الخضار تحت عشان بيبقى طعم. ممكن كمان تعملي جنبها شويه رز ابيض او رز بالشعريه، بيكون بجد تحفه. ميكس الخضار ده روعة روعة فعلا، طعمه حلو قوي. انا قدمتها في الطبق بشكل عادي خالص، قدميها بالشكل اللي انت عايزاه واللي يريحك. هنضف اي زيادات في الطبق عشان يكون شكله حلو كده. متنسوش اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان تشوفوا فيديوهات جديدة وحلوة قوي. هحط شوية خضرة على الوش، كزبرة، بقدونس، زي ما تحبي. هي الكزبرة بتليق قوي مع الفراخ، والبقدونس بيليق اكتر مع اللحم،
فتقدري تحطي الطعم اللي انتي بتحبيه. هو بس كديكور وبيدي بس ريحة ولون كده جمالي حلو. بس كده انا خلصت الطبق. يا رب تكون وصفة خفيفة عليكم وفيديو يكون خفيف عليكم. استنوني بفيديو جديد ووصفة جديدة واشوفكم على خير. يلا باي.